العام بضاحية بيس أنه تم توجيه تهمة الاغتصاب يوم الجمعة للدولي المغربي ونجم نادي بيس سان جدمان أشرف حكيمي، وتدعي أمة تبلغ من العمر 24 عام تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني في 25 فبراير، في حين تؤكد محاميته أن ما حصل هو محاولة ابتزاز. وجهت الجمعة تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان، وأكد استجوب المدعون العامون الخميس الحكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عام للاغتصاب. وأيضا نؤكد هنا كان حكيمي حاضرا في تدريبات نادي باريس سان جيرمان صباح الجمعة، وبدأ مبتسما حين دخل أرض الملعب، ورفض النادي الباريسي التعليق على التطورات المباشرة قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم. وقال المتحدث باسم النادي أن طبعا نادي باريس سان جيرمان يقدم دعمه لحكيمي وأنه يؤمن بالعدالة، مضيفا أن النادي لن يدلي بأي تعليق بشأن هذه المسألة. ومن ناحيته أكد المدرب كريستيوف في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد نانت السبت في الدوري: لن أجيب على أي سؤال يتعلق بما يحصل مع أشرف حكيمي خارج الرياضة. وأضاف: الهدف هو أن يكون جاهزا لمباراة بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ألمانيا. متابعا: سيتدرب غدا، سيتدرب الأحد، وأمل أن يتدرب الاثنين بشكل طبيعي مع المجموعة وأن يكون متاحا أمام بايرن ميونخ. لم يشارك حكيمي في الفوز على المضيف مارسيليا في الدوري يوم الأحد الماضي لإصابة في أعلى الفخذ. محاولة ابتزاز: اعتبرت محامية اللاعب فاني كولان لاحقا أن ما حصل هو محاولة ابتزاز وأنه مخول الدفاع عن نفسه. قالت في بيان: لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي، ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريا على التصريحات. إذن يعني الأمر يبدو أنه محاولة ابتزاز ليتعلق بالتطبيع. ممكن أن يكون هذه الفتاة مندسة الموساد، وهذا أكبر خطأ بيقع فيه المطبعين، بيخليهم دائما متعلقين عشان شو ما يحكوا شو ما يعملوا ما يقدر يطلع ويعارض ويحكي. فهمتوا؟ هي خيط التطبيع، تطبيعهم مع هذا الاحتلال. هذا احتلال خبيث بيحاول بكل الطرق انه يمسك عليك ممسك حتى عمرك ما تتخلى عن التطبيع وانك تضع ايدك بيديهم. بيحاولوا دائما يمسكوا عليك ممسك، وهذا الامر اللي انا دائما او الكل بحذر منه. التطبيع خيانة من الاخر. واوكل التحقيق الاول الذي فتحوه مكتب المدعي العام إلى قاضي التحقيق. وحكيمي المولود في أسبانيا متزوج من الممثلة الأسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان، وكان ابن ال24 عام من الركائز الأساسية التي قادت المغرب في نهاية العام المنصرم إلى المباريات النهائية في كأس العالم في قطر 2024. ومن جهته لم ترد محامية اللاعب على اتصال من وكالة الأنباء الفرنسية، علما أنها أكدت لصحيفة لو بيرجيان أن الاتهامات كاذبة وأن حكيمي هادئ وتحت تصرف العدالة. واستمع المحققون إلى الشاب الأربعاء حسب ما أفادت مصادر مطلعة. وقالت محامية المدعي راشيال: لقد أخذنا علما بقرار الاتهام، موكلتي تحافظ على كل أقوالها، لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريا ولا ترغب في نشر القضية خاصة حفاظا على سلامتها. وكانت الضحية توجهت إلى مركز للشرطة في فال دومار الأحد الماضي للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى. واستنادا لمصدر بالشرطة قالت أنها تعرفت على حكيمي عن طريق تطبيق انستغرام، وذهبت إلى منزله يوم السبت عبر سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها. وأضاف المصدر في فحوى تبليغ الضحية أن حكيمي قبلها ولمسها من دون موافقتها قبل أن يغتصبها. تمكنت من دفعه بعيدا، وقالت أن صديقة تواصلت معها عبر رسائل نصية